عايزين نعرف من حضرتك يعني إزاي الجلسات دي بتكشف زي ما بيقولوا كده الred flags العلامات الحمراء في الشخصية قبل فوات الأوان. أكيد طبعًا من أهم مميزات جلسات التأهيل قبل الجواز إنها بتكشف الred flags العلامات التحذيرية في شخصية الشريك قبل فوات الأوان، بنقدر نلاحظ سلوكيات ممكن تبين صعوبة التعامل مع الغضب والأنانية وعدم الالتزام. الكشف هنا بيكون فرصة للطرفين يفكروا بوعي، هل يستمروا في العلاقة؟ وهل هم هيقدروا يواجهوا الاختلافات دي بطريقة صحية؟ الجلسات مش بتحمي من المفاجآت بعد الجواز، لكنها كمان بتدي أدوات للتعامل مع أي سلوك سلبي لو اتوافقوا على الشراكة، وهنا بيقلل بشكل كبير احتمالية حدوث مشاكل كبيرة إنها توصل للطلاق. عايزة أعرف من حضرتك إيه هي المحاور الأساسية اللي لازم الجلسات دي تركز عليها مع الأزواج؟ خليني أقولك إن جلسات التأهيل قبل الزواج لازم إنها تركز على مجموعة محاور أساسية، لأن الجواز مش مشاعره بس، يعني الجواز منظومة حياة كاملة. وأهم المحاور أول حاجة الوعي بالنفس، كل طرف زي ما قلنا يفهم شخصيته واحتياجاته النفسية وطريقته في التعبير عن الغضب والحب ونقاط القوة والضعف. المحور الثاني التواصل وإدارة الخلافات، وده بيكون جوهري جدا لأن أغلب المشكلات مش بسبب الخلاف نفسه، بنلاقيها بسبب طريقة التعامل معاه. فيعني نحاول إن هما بنعلمهم إزاي يسمعوا لبعض ويختلفوا باحترام، وإزاي يوصلوا لحلول من غير كسر أو إهانة. وبرضه من المحاور المهمة برضه الجانب العاطفي والحميمي، وفهم الفروق النفسية بين الراجل والمرأة، وإزاي كل طرف بيعبر عن الحب وبيستقبله. ويعني نعتبر آخر حاجة ممكن نقولها برضه بناء مفهوم الشراكة، إن الجواز فريق واحد مش طرفين ضد بعض اللي بيبقوا داخلين الجوازة وهم يعني كل واحد فيهم عايز يثبت. من وجهة نظرك يعني حضرتك بتأيدي إن مقترح كورس التأهيل الزواجي يبقى إلزامي زي الفحص الطبي بالظبط؟ أكيد طبعًا أنا مؤيدة جدًا لفكرة إن كورس التأهيل النفسي يكون إلزامي قبل الزواج زي الفحص الطبي، وكتير ناديت في برامج من 2016 وكتير كتبت في مقالات إنه يكون إلزامي. إحنا زي ما بنحرص على صحة الجسد قبل بدء حياة مشتركة من خلال الفحص الطبي، لازم نهتم بصحة العلاقة النفسية والعاطفية كمان، ونفهم برضه ونوعي ونقول إن الكورس ده مش عقاب أو تشكيك، لكنه بيكون وقاية واستثمار في نجاح الزواج واستقراره، وبيساعد الطرفين يكونوا مستعدين لأي مشاكل بتواجههم بعد الجواز. يعني أكتر اللي بيخضعوا طبعًا للكورسات دي نسبة كبيرة من المشكلات المستقبلية بتقل، والزوجين بيبدأوا حياتهم على وعي وإدراك للشراكة والمسؤولية.